أكلنا النهاردة زي السكر. لازم بجد تتفرجوا على الفيديو علشان هيعجبكم جدا. أكلنا النهاردة حرش كده وحلو. يلا بينا نصلي على الرسول ونسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه النهاردة. أحلى طاجن بامية ومعاه حبة تحبيش كده، بتنجان مع الخلطة الرهيبة بتاعتي، وكل حاجة هتشوفوها في الفيديو بالتفاصيل المملة. يلا بقى سموا بسم الله وتعالوا نبدأ الفيديو. وأول حاجة طلعت كيس بامية من اللي أنا كنت مخزناها يفك، وشايفين بقى الخضار بتاع البامية. مش عايزة أقول لكم أحلى طريقة تخزنوا بيها الطريقة اللي أنا كنت موريها لكم قبل كده في الفيديو اللي كنت بخزن فيه البامية. دي أحسن طريقة لتخزين البامية. بجد الطريقة دي أنا اعتمدتها بعد طرق كتير، ولا تسود ولا يحصل لها أي حاجة. بتطلع معاكي. بصوا أنا مخزناها من إمتى؟ من شهر 8 ولحد دلوقتي احنا في شهر 3 والبامية مطلعاها زي الفل. اللهم بارك، خضرة وجميلة، وزي ما زي ما قال الكتاب فعلا. بصلايه متوسطه نزلت فيها بشويه زيت ورقه لوري. هسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض. حطيت بقى البصلايه تتشوح، هحط بقى معلقه توم مفرومه مع معلقه هريسه شطه برضو اللي انا كنت مخزناها معاكم. طبعا هقلبهم على بعض، ومش هحط عليهم ولا ملح ولا توابل ولا اي حاجه. هاخد معلقه منهم بعد ما قلبتهم على بعض. هاخد بقى معلقه واحطها على ايه، على البصل وهو بيتشوح. هديها بقى تشويحه واشم الريحه الجميله. هنزل بالباميه وهفضل بقى اشوح فيها، واحط بقى التوابل بتاعتي: كمون، كزبره، شويه من البابريكا او الشطه، وكمان ايه تاني، شويه من الفلفل الاسود. بس كده. طبعا مش هحط الملح الا في الاخر. هحط بقى نص كيلو طماطم بعد ما تتشوح معايا ربع ساعة على النار. هضرب نص كيلو طماطم، وهكون مصفياه طبعا من القشر بتاعه، وهسيبها بقى تاخد وتدي كده مع نفسها. عبال بقى ما احضر خلطة البتنجان، هغسل طبعا بتنجانتين، ومعايا قرنين فلفل رومي كده، ومعايا واحدة من الخس الكابوتشي. طبعا هغسلها كده وبالخل وهنقعها. هفتحها من النص وهنقعها في مية بخل علشان طبعا ناكلها جنب الاكله الحرشه دي. عايزه اقول لك ان الاكله دي، ان النهارده سادس يوم رمضان، انا بجد اول يوم اكل النهارده. بجد اكل كان زي السكر يعني. مش عايزه اقول لك حلاوته كانت عامله ازاي. بجد الاكل المتحبش ده بيبقى احلى من اي اكل. ولا تقولي لي بقى لحوم ولا اي حاجه. اعمليها كده بطريقتي وبدون لحمه، وهتطلع معاكي احلى طاجن باميه كلتيه في حياتك. اعملي بقى بس بالطريقه اللي انا بعملها دي، وهتطلع احلى معاكي من اي طريقه تانية. قطعت طبعا البتنجان، غسلته وقطعته، وهرش عليه ربع معلقه من الملح. وهنرجع بقى لمعلقة الدقة اللي احنا كنا سايبينها في الطبق. هحط عليها عودين من البقدونس متخرطين، معلقة من الكزبرة على الكمون، ربع معلقة ملح كمان. طبعا مش هنزود الملح عشان احنا رشينا ملح على البتنجان، علشان طبعا ما يشربش زيت معايا. فانا رشيت عليه ملح علشان ينزل المية اللي فيه وما يشربش زيت. فطبعا في الدقة مش هنزود الملح، هنحط ربع معلقة علشان ما يطلعش معاكي حادق. هحط بقى عصرة ليمونة، ودي بقى طماطمايه متقطعة حتت صغيرة. هحطها بقى على الدقة بتاعة البتنجان. عايزة اقولك هتاكلي شوية بتنجان والله من حلاوتهم. مش عايزة اقولك هتشربي المية بتاعتهم. ملهمش حل بجد الأكلة دي. طبعا معلقة خل. الأكلة دي ملهاش حل بجد. انا كلت اكل النهارده يا جماعه. انا قايمه من على الفطار مش قادره اتنفس، مع عيش بلدي بقى حلو كده. طبعا الباميه كانت اتسبكت مع الطماطم. هحط بقى طبق بطاطس حلو كده يتحمر، والناحيه التانية في الطاسه بتاعتي التانية هسخنها علشان ايه، اقلي بقى البتنجان عشان انا عملت الدقه بتاعته. هقلي بقى البتنجان وهقلي البطاطس مع حبه مخلل بقى. هتاكلي مش هتشبعي، ولا تقوليلي ولا لحمه ولا فراخ ولا سمك. لأ بجد الأكل النواشف ده، الأكل الحرش ده في رمضان ملوش حل فعلا يعني. لايك وشير للفيديو، وقولوا لي بتتابعوني منين. ولو لسه مش متابعين القناة، أتمنى إن انتوا تتابعوني. ولو طبعا بفيدكم بأي فكرة صغيرة، أتمنى إن انتوا تكتبوا لي في التعليقات انتوا بتتابعوني منين، عشان خاطر دي حاجة بتبسطني. دعمكم ليا بيفرحني جدا. وكل ما بدخل الاقي حد دخل على الصفحة بتاعتي، على القناة بتاعتي، والمتابعين زادوا، ببقى مبسوطة جدا جدا. ربنا يا رب يفرحكم ويكبر بخاطركم يا رب.
طبعا قليت البتنجان وحطيته كده على مصفى علشان يصفي اي زيوت موجوده فيه، يعني لو لسه فيه طبعا زيت، هو طبعا رشه الملح دي مش بتخليه يشرب زيت خالص. بس حطيته برضو على ورق مناديل كده في مصفى علشان لو فيه برضو شويه من الزيت يصفي كل الزيت اللي فيه. وبعد ما صفى كل الزيت هنزل عليه بقى بالدقه الحلوه اللي احنا عملناها دي على وش بقى البتنجان. عايزه اقول لك الدقه دي بتتاكل يا جماعه، يعني الطماطم بالخلطه بالثوم بهريسه الشطه دي انت بتاكليها قبل البتنجان، يعني مش عايزه اقول لك بتبقى طعمها حلو قد ايه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ده كانت اكلنا النهارده، سادس يوم رمضان. حبينا نعمل اكل كده بسيط واكل مش مكلف، كله يعتبر عندنا من التلاجة. البتنجان من التلاجة، الكابوتشي من التلاجة، المخلل طبعا عندنا في البيت، كل حاجة كانت موجودة عندنا في البيت. الله الله الله. الطاجن بقى بعد ما اتسبك حطيته بقى في طاجن واديته كده تحميرة كده في الفرن. عايزة اقولك والله بتتكلم عن نفسها. طبعا هي لسه طبعا طالعة من تحت الشواية كده بتغلي. طعمها وريحتها بجد ولادي كانوا مفكرين ان انا حاطه فيها لحمه. بس صدقيني اعملي الباميه بطريقتي دي وهتنسي كل الطرق اللي انت جربتيها بيها. هتعجبك جدا وهتعتمديها. ولو ما فيهاش لحمه هتاكلي صوابعك فعلا وراها. عيش بلدي بقى وزودي في العيش علشان خاطر مش هتقدري تقاومي إيه اللي هيحصل. انا تعبانه بس شويه زوري وجعني. زودي بقى في العيش علشان فعلا مش هتقدري تقاومي اللي هيحصل. حبه بطاطس بقى محمرين كده ولا يا ولا مش عايزه اقول لكم، مع البتنجان الخطير والمخلل المشكل وشويه خس كابوتشي. احلى فطار ده ولا ايه؟ بألف هنا يا رب على قلوبنا. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بنبسط بيكم جدا. استنوني بفيديو جديد من مطبخ الشيف، يا رب اكون بفيدكم. السلام عليكم ورحمه الله.